النهارده هقول لك تعمل ايه لو العميل قال لك الغي الاوردر. لو انت بتبيع منتج اونلاين وبترد على رسائل العملاء فوارد جدا ان تلاقي رسائل بيقولوا لك الغي الاوردر وانت مش بتكون فاهم ايه السبب. هقول لك تعمل ايه عشان تقلل عدد الغاء الاوردرات. لو العميل قال لك ممكن نلغي الاوردر هتقول لي يا فندم ممكن اعرف سبب الالغاء؟ هل حضرتك لقيت نفس المنتج بسعر افضل في مكان تاني؟ وهنا بيكون في نوعين من العملاء. النوع الاول هيقول لك لا وخلاص، واما النوع التاني هتلاقيه بيتفاعل معاك كويس جدا وبيكلمك ويقول لك اللي حصل معاه بصراحه وانه لقى منتج تاني في مكان اخر بس بسعر اقل. والاستفاده هنا انك عرفت ان في مكان تاني بيقدم نفس منتجك بس بسعر اقل، فبالتالي ترجع تدرس السعر بتاعك. والاستفاده الثانيه ان العميل ده هيسمح لك انك تدرس مميزات المنتج اكتر وتقنعه بيها. وفي حاله انك متاكد انك بتقدم افضل سعر هتقول له انت ممكن تلاقي نفس المنتج في مكان تاني بسعر اقل بس الجوده مش هتكون زي جوده منتجنا. وبنسبه كبيره جدا العميل ده هيقتنع بردك وهيرجع يتمم الاوردر من تاني. اما في حاله انك مش واثق انك افضل سعر في الحاله دي هتقول له انا مش حابب انك تروح لمكان تاني، ولكن هعمل لحضرتك عرض استثنائي وهعمل لك خصم وليكن 10% عشان انا حابب انك تجرب منتجنا. قولوا لي في الكومنتس مين بيعمل كده مع العملاء بتوعه وجابت معاه نتيجه. ما تنساش تعمل فولو وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد.